انت كده ولا راجل ولا تسوى في سوق الرجال مليم حتى. فوق، خاف على مستقبلك مع عيالك دول هيجي عليك وقت هتبقى محتاج ان انت تسند عليهم، هتبقى محتاج ولادك الشباب يبقوا عكاز ليك تقدر تتسند عليهم، هتحتاج حنية وحب بناتك. فما تدمرش ده عشان خاطر لحظة شيطان ان انت عايز تدمر الست دي وعايز تخليها تطحن في مطحنة الحياة عشان تقدر تصرف على ولادها. مش هي اللي طلبت الطلاق؟ تستحمل، مفيش الكلام ده، مفيش راجل بيعمل كده. انت لو عملت كده مع ولادك ومع ولادك يبقى انت اصلا مش راجل، مش هتتحسب على الرجولة في شيء. انت مجرد مكتوب في البطاقة بتاعتك ذكر، ليس اكثر ولا اقل. وما اكثر الذكور، الكلاب فيها ذكور، القطط، جميع انواع الحيوانات، لكن مفيش قطة هنقول عليه راجل، مفيش كلب هنقول عليه راجل. فالرجولة مش من السهل ان انت تكتسبها، ده باسلوبك وبطريقتك وبمعاملتك وبرعايتك لعيالك، حبك ليهم، ما تغلطش في امهم، ما تسقش لامهم حتى لو كانت هي اسوأ واحدة في الدنيا. برضو لما تبقى معاهم، ده لو انت اصلا بتشوفهم وبتراعيهم وبتسأل عنهم، ما تقولش كلمة غلط عن امهم، ما تغلطش في امهم، ما تدمرش اللي باقي فيهم. كفاية ان انفصالك انت ومراتك كده كده دمر نفسيتهم.